محمد عابد الجابري، مفكر آخر يرحل عنا، تاركا خلفه إرثا لا يقدر بثمن من الفكر الحر المتقد والمواقف الوطنية التي ابتدأت منذ عقود 6 ولم يزل متمسكا بها حتى اختاره الرفيق الأعلى إلى جواره. الجابري من مواليد عام 35 و900 وألف بمدينة فكيك، حيث تلقى بها تعليمه الأولي، ثم غادرها إلى الدار البيضاء وحصل على دبلوم الدراسات العليا في الفلسفة عام 67 و900 وألف، ثم دكتوراه الدولة في الفلسفة بعدها بسنوات 3 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط، التي عمل فيها أستاذا للفلسفة والفكر العربي الإسلامي. الراحل الجابري انخرط في خلايا العمل الوطني في بداية خمسينيات القرن الماضي، كما كان قياديا بارزا في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي ظل يشغل لفترة طويلة عضوية مكتبه السياسي قبل أن يعتزل العمل السياسي ليتفرغ للعمل الأكاديمي والفكري. يلاحظ فعلا غياب مؤلفات في الأخلاق في الثقافة العربية. هناك مؤلفات في النحو، في الفقه، لا تحصى، في التاريخ، في كل ميادين المعرفة، لكن في الأخلاق التأليف في الأخلاق كان قليلا، وعندما بدأ بتأثير أجنبي شرحته في الكتاب. وقد أثرى الفقيد الراحل المكتبة العربية بكتب عديدة ومؤلفات، من بينها نحن والتراث، قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي، كما أصدر مدخل إلى فلسفة العلوم بعنوان العقلانية المعاصرة وتطور الفكر العلمي ومعرفة القرآن الحكيم، أو التفسير الواضح حسب أسباب النزول في 3 أجزاء، كما ألف مدخل إلى القرآن الكريم. وكذلك كانت له مشاركات في كتب عديدة تضيء على مشاكل التعليم في المغرب، ويناقش أيضا المشكلات الفكرية والتربوية والمناهج التجريبية وتطوير الفكر العلمي وإشكالية الفكر العربي المعاصر، بالإضافة إلى عدة عناوين سياسية واجتماعية. انتهى بين المطاف أنه السياسة لا تنفصل عن الأخلاق في الدراسات القديمة وفي الفلسفة وغيره، إذن يبقى خطاب آخر اللي هو الخطاب الأخلاقي. وقد استطاع الراحل محمد عابد الجابري عبر سلسلة نقد العقل العربي القيام بتحليل العقل العربي عبر دراسة المكونات والبنى الثقافية واللغوية التي بدأت منذ عصر التدوين، ثم انتقل إلى دراسة العقل السياسي فالأخلاقي. وفي نهاية سلسلته هذه يصل الفقيد، التي كانت له مشاركات في الصحف والمجلات وأصدر مجلة شهرية، يصل إلى نتيجة مفادها أن العقل العربي بحاجة اليوم إلى إعادة الابتكار.